النادي الاهلي بيتغلب من كولر 1-0. كولر النهارده كان بيبوخ على النادي الاهلي في الماتش، سواء كان من تشكيله او من توظيف لعيبه جوه الملعب او حتى من نزول بيرسي تاو في الدقيقه 96. يا راجل ده انت لو منزله يبوخ، انت لو منزل بيرسي تاو ده لو منزله كده يبوخ على اللعيبه في الملعب، هتديله مساحته، هتديله يلعب دقيقتين 3 ربع ساعه، تشوف الراجل هيقدم ايه. ومحمد الشناوي كل شويه يمسك الكوره ويقول الكوره سخنه سخنه يا جدعان سخنه. يعني انا عايز سبب مقنع ان محمد الشناوي ده يلعب على مصطفى شوبير اللي هو احسن جون اساسا عندنا في مصر، والمفروض يلعب عشان يلعب في المنتخب اساسي، وعلشان خاطر لو احنا عايزين نعمله حاجه في الكره المصريه نعملوها. انما لا، احنا بنلعبه الشناوي اللي هو عنده حاجه و30 سنه وخلاص مستواه نزل، ودي سنه الحياه وده الطبيعي. قدم للنادي الاهلي قبل كده كتير، ما عندناش مشكله، بس حاليا مصطفى شوبير افضل. طب ما يلعب، طب ما يمشي كولر والنادي الاهلي ما يبقاش بالمستوى ده. انا زملكاوي بس اتمنى ان النادي الاهلي لما يلعب مستوى يليق بالنادي الاهلي، واحس كده ان اللعيبه كل واحد بيلعب في مكانه، وفي مدرب بيخبط بالدولار عشان خاطر يدينا فكر يميز، حتى يبقى مميز عن اللي عندنا. انما بالاداء ده النادي الاهلي النهارده بيتغلب 1-0 من كولر ومن الشناوي، مفيش بعد كده.